بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله. حبايبي أبطال سنة 6، أهلا بيكم شطار. هنحل النهاردة إن شاء الله تقييم الأسبوع التاسع اللي احنا هناخده في الأسبوع ده بإذن الله تعالى. نبدأ كده بسم الله معايا. اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي. أي مما يلي يمثل معادلة، وأنا مغمض عيني كده ببص المعادلة لازم يكون في علامة إيه؟ يساوي. يبقى رقم ج هي المعادلة. ما هو أصغر عدد صحيح يحقق المتباينة؟ طالما عندي هنا يساوي يبقى أصغر عدد صحيح هو العدد اللي مكتوب في المتباينة، يبقى -6. أجب عن الأسئلة التالية. حل المعادلات التالية. x بيساوي 15 زائد 8. طب 15 زائد 8 بيساوي كام؟ 23. يبقى 23. يبقى x بيساوي 23. أنا كده حليت المعادلة. طب نيجي في المعادلة التانية. ام زائد 5 بتساوي 12. دي زائد 5 فانا هقول له هنا ام زائد 5 ناقص 5 بيساوي 12 ناقص 5. يعني انا هشيل الزائد 5 دي من هنا وهشيلها برضو من الطرف التاني، فيبقى دي مع دي فيها الصفر، يبقى ام بيساوي 12. اما اشيل منهم 5 هتبقى كام؟ 7. يبقى ام بيساوي 7. يبقى انا كده حليت المعادله. مثل حل المتباينة في زد على خط الأعداد x أكبر من -3. بصوا أدا خط الأعداد أهو. زد دي اللي هي مجموعة الأعداد الصحيحة يا ولاد. أدا خط الأعداد بتاعي، وأدا هنا 0 1 2 3، هنا -1 -2 -3. والمعادله بتاع المتباينه بتاعتي اكس اكبر من -3. يبقى انا هتجه جهه اليمين. كل الاعداد اللي يمين -3، -3 اهي. كل الاعداد اللي يمين تقع على يمين -3 كلها اكبر من -3. فانا هبدا من عند -2 هنا، طالما مفيش عندي يساوي يبقى ابدا من عند -2 واتجه جهه الايه؟ جهه اليمين. كل الاعداد ده اهي معايا في ايه؟ في حل المتباينه. نموذج بقى بيقول لي أي مما يلي يعد مثالا على المتباينة. المتباينة اللي فيها علامة أكبر من أو أصغر من، اللي هي رقم إيه؟ رقم ج. دي متباينة. كل دول معادلات. تمام. السؤال رقم 2. قيمة الإيه التي تحقق المعادلة A زائد 5 بيساوي 15. على طول دي 15. 5 زائد كام بيساوي 15؟ 5 زائد 10 يبقى ب10. ثانيا حل المتباينة التالية. x أقل من 10. حدد الأرقام من المجموعة المعطاة. دي المجموعة المعطاة التي تجعل المتباينة صحيح. أدا المجموعة قدامي اهي. طيب x أقل من 10. إيه هي الأعداد الأقل من 10؟ 3 6 1 0 5. هي دي الأعداد الأقل من 10. تمام. نيجي في رقم 2. x زائد 4 أكبر من 9. حدد الأرقام المعطاة. حدد من المجموعة المعطاة. حدد الأرقام من المجموعة المعطاة اللي هي ده اهي اللي تجعل المتباينة صحيحة. يعني إيه؟ هجيب عدد من هنا أجمع عليه 4 بحيث إن يكون أكبر من 9. فلو قلت 3 زائد 4 7 أكبر من 9؟ لا غلط طبعا. طب قلت 6 زائد 4 10 أكبر من 9؟ يبقى ال6 دي معايا. 1 طبعا لا. 0 برضو لا. يعني بشيل الاكس واحط مكانها العدد ده اهو 0. يعني 0 زائد 4 9. 0 زائد 4 4. 4 أكبر من 9؟ لا. 5 زائد 4 9 أكبر من 9؟ لا. وأكيد ال15 معايا. يبقى الأعداد أو الأرقام ال6 وال15 هي اللي تحقق المتباينة. إذا كان أقصى ارتفاع مسموح به للمرور أسفل الكوبري هو 2.8، فاكتب المتباينة التي تعبر عن هذا الموقف. أقصى ارتفاع، يبقى المفروض كل الارتفاعات أقل من 2.8. يبقى أنا هقول له إكس أقل من أو يساوي 2.8. يعني آخر حاجة خالص عندي هي 2.8. نموذج ج. المتباينة هي جملة رياضية تتضمن إحدى علامات التساوي ولا التعبير ولا المتغير. تمام. هي المفروض اسمها علامة التباين، تتضمن إحدى علامات التباين. فطبعا التساوي لا والتعبير لا، فأكيد هي المتغير اللي هو التباين، يعني إحدى علامات التباين. لا ده هنا المتغير دي لا غلط يا ولاد، دي غلط. انا عندي هنا الاختيار رقم د اهو. المقارنه اكبر من او اصغر من او اصغر من او يساوي اكبر من او يساوي، اللي هي الاجابه رقم د. المتغير دي طبعا
غلط تماما. فهو التباين ده اللي هو اكبر من او اصغر من، دي اسمها علامات التباين او المقارنه. خلاص. حل المعادله. اكس زائد 85 بيساوي 120 في زد. في زد هي مجموعه الاعداد الصحيحه. طيب هقول له هنا اكس هتساوي، هطرح ال 85 من الطرف ده ومن الطرف ده، فيبقى انا عندي اكس هتساوي 120 ناقص ال 85. ال 120 ناقص ال 85 هيتبقى كام؟ هيتبقى 35. لما اطرح من ال 120 85 هيتبقى 35. ثانيا اجب على الاسئله التاليه. حل المعادله في زد ان ناقص 10 بيساوي 3. عايزين نحلها في زد، طبعا دي ناقص 10 فانا هجمع 10 هنا واجمع 10 من هنا. خلاص. فيبقى ان هتطلع بكام؟ اما اشيل دي هنا واجمعها هنا اهو، يبقى ان هتساوي 10 زائد 3 تبقى ب 13. اذكر 3 حلول ممكنة في مجموعة حل الأعداد الصحيحة المتباينة. الإكس أكبر من أو يساوي 8، هيبقى 8 والتسعة والعشرة. دي 3 حلول ممكن. طب احنا خدنا 8 معانا ليه؟ لأن عندي علامة يساوي تحت الإيه الأكبر من. عبر عن المتباينة الآتية. واي أكبر من أو تساوي 6. هقول له الواي أكبر من أو يساوي 6 بالشكل ده أهو، أكبر من أو يساوي 6. تمام كده. ده كده الإيه؟ تقييم سهل وخفيف جدا جدا. تقييم الأسبوع التاسع صفحة 30 وصفحة 31 من كتاب التقييمات. حطوا لايك للفيديو ونفعل الجرس واستنوني إن شاء الله هنكمل ونحل مع بعض كل التقييمات والأداءات. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.